مرحبا بكم في تحليل جديد. اليوم حنتعمق في مقابلة مهمة مع مارك زوكربيرج، مستكشف رؤيته لمستقبل يدمج الواقع المعزز والذكاء الاصطناعي بشكل وثيق في حياتنا اليومية. المصدر هو حوار تفصيلي، ومهمتنا هنا هي نستخلص الأفكار الأساسية. كيف ممكن هالتقنيات تغير طريقة تفاعلنا بشكل جذرياً؟ أول شيء يبرز فوراً هو الرهان الكبير، فكرة أنه نظارات الواقع المعزز وتحديداً الهولوغرافية حتكون هي المنصة الحاسوبية الجاية، بديلة للهواتف الذكية اللي بنستخدمها كلنا حالياً. هذا يبدو صراحة طموح جداً. فعلا هو طموح كبير ومبني على شغل سنين طويلة، يمكن عقد كامل من البحث والتطوير. الموضوع أكبر من مجرد عرض معلومات قدام عينك وخلاص. الهدف الجوهري زي ما انطرح في الحوار هو تحقيق اللي سموه إحساس الحضور، يعني تحس إنك فعلا موجود مع الناس التانية حتى لو هم بعيدين، في بيئة بتجمع بين الواقعي والرقمي. ودي النقطة بالذات، الشعور بالتواجد المشترك، هي اللي بيعتقدوا إنها المفتاح عشان التفاعل الرقمي يصير طبيعي أكتر، إنساني أكتر. ويمكن ده هو السبب اللي يخلي الناس تنتقل من شاشات الموبايل. مثير للاهتمام موضوع الحضور ده، بس كمان اللي لافت للنظر إنه الرؤية مش بس نوع واحد متطور جدا من النظارات. المصدر بيتكلم عن تشكيلة متنوعة، صح؟ يعني من نظارات بسيطة جدا يمكن حتى بدون شاشات أصلا تعتمد بس على الصوت، لحد النظارات الهولوغرافية الكاملة. بالظبط، هم شايفين تدرج يبدأ بنظارات بسيطة تركيزها يمكن على التفاعل الصوتي مع الذكاء الاصطناعي، بعدين نظارات بشاشات محدودة تعرض معلومات أساسية بسرعة زي الإشعارات أو ترجمة فورية مثلا، وصولاً بقى لنظارات الواقع المعزز الهولوغرافية الكاملة. ودي هي اللي هدفها تخلق تجربة بصرية غنية تدمج الرقمي بالواقعي بسلاسة، يمكن بتقنيات تسمح بإدراك حقيقي للعمق والأبعاد. وفي الآخر في خدد الواقع المختلط زي كويست 3 واللي بعدها، دي بتقدم تجربة غامرة أكتر وقوة معالجة أكبر، بس طبعاً أصعب في ارتدائها طول اليوم. تمام، الاستراتيجية كأنها محاولة لجعل التكنولوجيا متاحة بنقاط سعر مختلفة ومستويات تعقيد مختلفة عشان تناسب الكل بالتدريج. هذا هو الانطباع، نعم، كل فئة بتخدم غرض معين وتستهدف شريحة معينة، وده بيوسع قاعدة المستخدمين المحتملين. الفكرة هي تقديم قيمة مختلفة في كل مستوى، من مساعدة سريعة معتمدة على الذكاء الاصطناعي في النظارات البسيطة لتجارب اجتماعية وشغل أغنى في الموديلات المتقدمة. طيب، الأجهزة هي الواجهة، بس الذكاء هو المحرك الأساسي. كيف شايف زوكربيرج دمج الذكاء الاصطناعي بالتحديد في المنظومة دي؟ هل هو مجرد مساعد شخصي متطور وخلاص؟ لا، هو بيعتبر أكتر من كده، شريك أساسي لتعزيز القدرات البشرية. الفكرة مش استبدال الإنسان. الأمثلة اللي انذكرت متنوعة، مثلاً مساعدة الناس يعبروا عن أفكارهم بشكل أفضل، سواء بالكتابة أو التصميم، أو المساعدة في تعلم مهارات جديدة زي البرمجة أو لغة ثانية عن طريق توجيهات تفاعلية، حتى دعم العمليات الإبداعية. لكن في تأكيد واضح على ضرورة التوازن. لازم الأدوات دي تفضل مساعدة من غير ما تخلينا نعتمد عليها كلياً ونفقد قدرتنا على التفكير النقدي وحل المشاكل بنفسنا. وهذا يودينا لنقطة تانية مهمة انذكرت في الحوار: التحديات الاجتماعية. في إشارة لملاحظة تراجع في العلاقات الاجتماعية الحقيقية، خصوصاً في أمريكا خلال آخر 20 سنة. كيف الرؤية التكنولوجية دي بتتفاعل مع الواقع ده؟ صحيح، الحوار بيعترف بالمشكلة دي، بس بيشير كمان إن التكنولوجيا مش السبب الوحيد. في عوامل اقتصادية واجتماعية تانية بتلعب دور. الرؤية المطروحة مش إن التكنولوجيا هتحل محل التفاعل البشري الواقعي، لا، الفكرة إنها ممكن تكون أداة للمساعدة في تقوية الروابط، خصوصاً لو المسافات بعيدة، من خلال تعزيز الحضور الرقمي اللي اتكلمنا عنه. الهدف هو جعل التفاعل عن بعد أقرب ما يكون للواقع. وفي نفس السياق ده، لما اتكلموا عن تطوير الذكاء الاصطناعي نفسه، كان في تركيز على أهمية النموذج المفتوح المصدر. ليه التركيز على المصادر المفتوحة بالذات؟ مش ده ممكن يزود مخاطر سوء الاستخدام؟ الحجة اللي اتقدمت في المصدر هي إن الانفتاح، يعني إتاحة الكود البرمجي للكل عشان يشوفوه ويساهموا فيه،
بيعزز الأمان والشفافية على المدى الطويل. لما تسمحي لمجتمع أوسع يفحص الكود، ده بيساعد نكتشف الثغرات الأمنية ونقاط الضعف ونصلحها أسرع بكتير من لو فريق واحد مغلق بيشتغل عليه. وبيعتبروا النهج ده كمان محفز للابتكار، مع الاعتراف طبعاً بوجود مخاطر لسوء الاستخدام. وفي نهاية الحوار كان في سؤال كبير، سؤال جوهري عن مسار الذكاء الاصطناعي في المستقبل. هل التسارع الهائل ده في قدراته حيستمر بلا توقف، ولا في حدود طبيعية أو حواجز تكنولوجية ممكن تبطئه؟ ده هو السؤال اللي بتتبني عليه استثمارات بمليارات الدولارات فعلا، والإجابة زي ما الحوار بيعكس هي ببساطة مش مؤكدة. الموضوع بيعتمد بشكل كبير على قدرتنا نبتكر بنى تحتية حاسوبية جديدة تماما، وعلى فهمنا الأعمق لطبيعة الذكاء نفسه. حالة عدم اليقين دي جزء أساسي من المشهد الحالي، وتأثيراتها ضخمة على مستقبل التكنولوجيا والمجتمع ككل. وده بيتركنا مع نقطة محتاجة تفكير أعمق، يعني وإحنا بنسعى للدمج الكبير ده بين العالم الرقمي والواقعي، وبنحاول نحقق حضور رقمي مقنع، كيف ممكن نضمن إن التجربة الجديدة دي هتثري إنسانيتنا وتعززها فعلا، بدلا ما تشوهها أو تقلل من قيمة تفاعلاتنا الحقيقية بطرق يمكن ما نتوقعهاش؟ سؤال مفتوح للنقاش.